اهلا بيكم في قناة مامي ريم وكارما. بنات كتير قوي ما بيعرفوش يظبطوا صلصة المكرونة على قد ما هي سهلة وبسيطة، ولكن في ناس بتعطل فيها، يعني ما بتعرفش تظبطها، ما بتعرفش تعملها اصلا. في تفاصيل كده صغيرة ممكن تتوه عننا او ممكن حد ينسى يقولها لي. انا هعملها معاكم النهاردة بطريقة جديدة شوية، هنغير كده في اساسيات المكرونة شوية وهتديكي احلى طعم. يلا بينا نسمي ونشوف الطريقة مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. اول حاجة الطماطم بتاعتي انا عايزة اقطعها كده 4/4 واطلع منها البذر استغنى عنه. انا مش محتاجة بذر خالص في الوصفة دي، انا عايزة اللحم بس بتاع الطماطم هو اللي يكون موجود معايا. فهاخد الطماطمايه اقطعها 4/4 واشيل منها البذر زي ما انت شايفة كده، بيطلع معايا بكل سهولة. سبق وعملت معاكم المكرونة قبل كده، كانت بنكهة جديدة كده بتخلي الطعم حلو جدا. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. للناس اللي مش عارفة صندوق الوصف ده، انت بتضغطي على عنوان الفيديو هيطلع معاكي صندوق الوصف، هتلاقي لينك الفيديو موجود. انا هقطع كمية الطماطم بتاعتي كلها وهاخدها احطها في مية وهغليها على النار، يعني تقعد كده حوالي 5 دقايق بتغلي في المية. يعتبر انا بسلق كده الطماطم، وهحط معاها قرن كده فلفل. عايزاه تحطي سبايسي تمام، عايزاه يبقى رومي تمام برضو مفيش مشكلة. اول ما تتسلق معايا كده هاخدها، المية بتاعتها كتير شوية فهصفيها بحيث ان يبقى نص كمية المية كده موجودة، وهضربها بالهاند بلندر، او ممكن في المرحلة دي تحطيها في الخلاط، ممكن برضو تحطيها في الكبة. الطماطم بتاعتي انا مش عايزاها تكون تقيلة ومتسبكة قوي، لا انا عايزاها تبقى زي ما انتوا شايفين كده، لان انا هرفعها تاني على النار وهغليها تاني. في نفس الوقت في النتيجة النهائية انا مش عايزة الطماطم بتاعتي تكون متسبكة قوي. بيكون طعمها احلى لما الطماطم تكون خفيفة. في نفس الوقت المكرونة هتشرب كده الطماطم بتاعتي وهيبقى طعمها حلو جدا، هتكون ماسكة فيها وفي نفس الوقت مش هتبقى ملزقة. لما الطماطم تكون متسبكة قوي بتبقى المكرونة تقيلة، لا المكرونة دي هتبقى خفيفة كده وطعمها حلو قوي. نخلص فرم ونصفي الطماطم. انا الهاند بلندر بيفرم الحاجة معايا كويس، فما كنتش محتاجة ان انا اصفي الطماطم. لكن لو انت السكينة بتاعت الهاند بلندر او الخلاط بتاعتك مش حامية قوي ومش بتفرم كويس، صفيها. حط عليها بقى زيت وملح وسكر وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة ورشة كده خفيفة من مرقة الدجاج، وهرفعهم على النار. اول ما يوصلوا للقوام اللي انتوا شفتوه معايا ده، هي مش متسبكة قوي، هي دوبك بس تقلت شوية. هنزل عليها بالمكرونة المسلوقة بنسبة 95%، ما تبقاش واخدت السوى الكامل بتاعها. ليه؟ لان احنا هنقلبها تاني كده في الصلصة وهي سخنة على النار، عشان المكرونة تتشرب كويس كده من الصلصة بتاعتها وفي نفس الوقت تسخن وتاخد التسوية الكامل. بصوا بتكون مفلفلة كده زي ما انتوا شايفين. لو الطماطم بتاعتك متسبكة بتكون ملزقة في بعض شوية، متبقاش حلوة. جربي التسبيكة بتاعتي وان شاء الله هتعجبكم. كده اكون خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. لو استفدتم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لقناة مامي ريم وكارما على اليوتيوب، والسلام عليكم.